هلا ومساء الخير. اليوم احكي عن حاله يمكن اغلب المناطق بغداد يعانون من عندها، المناطق السكنيه. مثل ما تشوفون احنا قاعدين هنا حديقه، وقاعده هاي الحديقه لمت مناسبات وافراح واعياد ميلاد. ما فد يوم شفنا جار مدرسه وطلع، ما فد يوم شفنا احد مدرسه من السياج. طبعا هذا السياج احنا عليناه، هذا كان ناصي ودوائر كلها مفتوحه على الشارع، لكن النفوس شوية تغيرت. اللي صار بالآونة الأخيرة أصحاب البيوت السكنية حولوها إلى عمارات وشقق. للأسف اللي دا يجي ما دا يحترم خصوصية جاره، يعني كأنه قاعد بمنتجع سياحي، بمناطق ترفيهية. حتى قبل يعني البيوت كانت بيها بالكونات، ما كنا نشوف ناس تقعد بيها، أو إحنا كنا جوز ما نباوع في وقتها. لكن أنت من دا تشوف هذا البيت وبيه خصوصية. إحنا قاعدين بالطرمة حاليا مطفين الضوء، لأنه ما نقدر إذا فتحنا الضوء حنكون إشراف عليهم. إذا أنا ببيتي ما ماخذ راحتي، وين راح آخذ راحتي؟ أتمنى ينزل قرار يمنع البيوت السكنية تتحول إلى عمارات وشقق. أتمنى ينزل هذا القرار من كل قلبي. الحالة السلبية الثانية هي وجود السيارات، يجي يرصفها قدام الباب، من تقول له يقول لك ما هو أنت عندك جراج، خلي سيارتك بالجراج. زي ليش أخليها بالجراج؟ يعجبني أرد أخليها بباب البيت. فحالات يعني شوهت معالم بغداد السكنية للأسف. أتمنى تلقوا لها حل.